بشكر سعادتك على الفكرة ان احنا نحكي الحكاية، لان المصريين كانوا محتاجين يعرفوا الحكاية، يعرفوا كنا فين ووصلنا لايه، يعرفوا نتيجة عملهم وصبرهم وكدهم، لان اللي حصل في 10 سنين مش مجرد انجازات، دي فعلا معجزات. وبعد ما سمعنا الحكاية اسمح لي اشكرك باسمي وباسم كل مصري ومصرية على شجاعتك واخلاصك في العمل وسعة صدرك، على حسن اخلاقك اللي صارت قدوة لينا ولاولادنا، على ثقتك وايمانك بينا وتوكلك دايما على الله. النهارده انا مش بشكرك لوحدي، انا معايا ملايين المصريين جوه وبره، في القرى والنجوع، كل محافظات مصر بيشكروا حضرتك ويقولوا لك كمل واحنا وراك، كمل. شكرا سيادة الرئيس، شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك يا أستاذ، بشكرك على المساهمة بتاعتك وكلامك الجميل في كل المواقف وفي كل المشاهد اللي اتعملت، مش النهارده بس، حتى في اللي قبل كده. أنا اللي بشكرك باسمي وباسم كل المصريين في الجهد الكبير والوعي. ربنا يديك الصحة ويكرمك. شكر جدا على كلامك الرقيق والجميل، شكرا جزيلا. والله انا بقول لك الكلام ده لان انا خايف انك تزهق مننا ولا حاجه. لا لا، لانك قلت كلمه من كام يوم لا لا ازعجتنا. لا لا ابدا، اوعى. ربنا موجود، ربنا موجود. اوعى بس. شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ احمد. شكرا يا استاذ احمد.